المؤسسة هذه باش تقلص من اختصاصات عضو الإشهاد، ثم زاد الخطر فيها أنها مش تمس من حقوق المرأة التونسية، مش تمس من تمس مجلة الأعمال الشخصية معناتها بصفة مباشرة. المرأة التونسية نعرفوا أن في المؤسسة هذه مؤسسة المأذون ما يمكنهاش باش تعمل، لأنه المأذون في البلدان هذه ما يشغلش المرأة. إحداث خطة مأذون وليس مأذون شرعي مثل ما حاولت بعض وسائل الإعلام تشويه العملية وتحويل النقاش. منطلق هذا القانون هو العديد من خريجي الجامعات من ما يسمى بالشعب المستعصي عن التشغيل. هناك اللي متخرج من كلية الشارع والدين ولم يجد شغل من سنة 98. فقلنا وأن جميع التشريعات المقارنة في العالم فصلت تحرير العقود المدنية والتجارية عن تحرير عقود الزواج، لأن تحرير عقود الزواج عقود بسيطة لا تقتضي معرفة قانونية حقوقية عميقة.